الله تعالى وبركاته. معكم مرة أخرى وكما وعدتكم. للأسف ما تمكنتش أنني نقوم بفيديو أو تحليل لمقابلة الهلال ضد نادي الأهلي طرابلس. من هنا أبارك لنادي الأهلي طرابلس، النادي الكبير الليبي، بعد التعادل الإيجابي مستحق صراحة أمام الهلال. اليوم احنا في فيديو آخر، هذه المرة تحليل لقمة القمم، قمة مجنونة بكل ما تحمله الكلمة، وفرحة هستيرية لجماهير الإيتي الكبير، النادي السعودي العملاق اليوم بقمة مستواه، ويعني بلاعبين كبار في هذا الفريق هذا. اليوم سأتحدث وصراحة مبسوط لأن اللاعب السابق ديالنا ديال ريال مدريد كريم بنزيما، وأيضا النجم المغربي ديالنا حمد الله قاموا بمقابلة كبيرة سنتحدث عنها إن شاء الله مع توالي الدقائق ديال هذا الفيديو هذا. اليوم وكالعادة دائما وأبدا تنقوم وتعطيكم تشكيلة ديال الفريقين، وهذه المرة نبداو بنادي الإيتي الكبير، النادي العملاق كما قلت، بحراسة المرمى بمارسيلو غروهي، قلب الدفاع اللي كانت تكون كل من عمر هساوي وأيضا شرحيلي، في ظهير أيمن كان أو ظهير أيسر كان بمسعود، وظهير أيمن العليان. في خط الوسط الارتكاز كان كل من طارق حامد، اللاعب اللي عليه قيل وقال أنه ممكن ما يبقاش في نادي الاتحاد، خاصة إذا أتى لاعب الكبير فابينيو من نادي ليفربول. من دون نسيان كورنادو النجم الكبير ديال خط الوسط. وفي المقدمة رعب رعب رعب، هكذا ينطق هكذا تنطق الكلمات، وهكذا نصف ما يمتلكه نادي الاتحاد من هجوم خارق للعادة بقيادة جوتا، اللاعب الذي أتى من سيلتيك، المخضرم والكابيتانو رومارينيو البرازيلي الكبير، وأيضا أسطورتين، واحد في نادي الاتحاد وأسطورة كبيرة، البالون دور السابق كريم بنزيما نجم ريال مدريد، ها هو اليوم يلعب أيضا جنبا لجنب مع النجم ديالنا المغربي حمد الله، ليشكل ثنائية خطيرة ستشكل الرعب على كل فرق العالم. سأقول العالم طبعا حتى نعرفوا أن الاتحاد إن شاء الله سيلعب مقابلات ديال كأس العالم للأندية في بداية إن شاء الله من انطلاقة أيضا من الموسم المقبل. سيكون نادي الاتحاد عنده مقابلات أمام ممكن حتى النهاية، ولما نرى نهائي ما بين الاتحاد السعودي ومانشستر سيتي. أعطيناكم تشكيلة ديال نادي كما قلت الاتحاد. الترجي أيضا نحاولوا نبحثوا عن تشكيلة اللي كان من النجوم ديالها، وأقولها بصراحة اليوم نجم من نجوم المقابلة وهو أسامة بوقرة. صراحة كان نجم متميز لنادي الترجي، مع أيضا ياسين مرياح، رغم الخسارة كان رائع في الدفاع. يعني هذا كل ما يملكه نادي الترجي. أعطيناكم تشكيلة كاملة ديال نادي الاتحاد بالنجوم ديالو الجديدة. الشوط الأول في البداية اللي كان تيعيب على نادي الاتحاد هو كان عدم التفاهم، صراحة في العديد من الأحيان كان تيكون واضح التفاهم أو غير التفاهم في العديد من الأحيان. هذا الشيء اللي كنا ممكن نقوله أنه هو السبب أن خلى المقابلة تمشي بهذه الطريقة هذه على نادي الاتحاد. الترجي بطبيعة الحال فريق تيلعب ضد فريق يملك كل من كريم بنزيما، حمد الله، رومارينيو، خط الوسط عندهم كورنادو، من دون نسيان أن دخول ديال كانتي في الشوط الثاني بطبيعة الحال غيرجع للخلف، بطبيعة الحال يتمركز في الوراء ويحاول يعتمد على الكرات المرتدة. هذا الشيء اللي كان صراحة في العديد من الأحيان حتى أتى ممكن هدف ديال أسامة بوقرة، هجمة وحيدة فقط لنادي، يعني كما تعرفون هجمة واحدة فقط كانت كافلة من أسامة بوقرة، بعد أداء ولا أروع من إيوالا النجم النيجيري الجناح الأيمن، قام بكل شيء وعرضية رائعة. تتلقى أسامة بوقرة يعطي هدف خرافي صراحة، من أبرز ومن أروع الأهداف اللي تسجلوا في هذه البطولة هذه حتى الآن مع باقي المقابلات، يعني من أروع الأهداف لأسامة بوقرة. بعد الهدف بطبيعة الحال خبرة كريم بنزيما لن تترك الاتحاد في ورطة، لهكذا يأتي الدوري السعودي بنجوم من هذا القبيل مثل كريم بنزيما، بطبيعة الحال كريستيانو رونالدو أولهم، وأيضا من دون نسيان النجوم الجديدة ديال نادي الهلال، كوليبالي، نيفيز، وصافيتش، يعني لاعبين بهذا المعنى هذا كافلين بأنهم يرجعوا النزال كما كان. والآن نعطيكم أيضا التشكيلة ديال الترجي باش ما ننساش. كاين هناك مميش الحارس الرائع أيضا صغير في السن وصغير وأيضا وكبير في العطاء،
بوشنيبا كان في ظهير ايمن، ياسين مرياح كما تعرفون وطوغاي كانوا كلاعبين ديال الخط الدفاع، وبن حميده كان كظهير ايسر، وهابي وتقا وايضا عمرو كانوا كلاعبين خط وسط، بوغرة كما قلت وايوالا وحموده. كان هذا هو هجوم ديال نادي الترجي. نكمل لكم الحديث عن المقابله بعد كما قلت تسجيل ديال الهدف ديال بوغرة في الدقيقه 26، ولكن هذا الهدف كما قلت بوجود حمد الله وعبد الرزاق وايضا بنزيما بثنائيه ولا اروع. بنزيما يصنع وحمد الله يسجل هدف التعادل في الدقيقة 35. 9 دقائق كانت كفيلة باش أن النادي الاتحاد يسجل، وهنا ندخل مرحلة اليقين أن الاتحاد أصبح الآن يعني يفعل كل ما يريد. تحركات خرافية لرومارينيو لكريم ولحمد الله وكورنادو وأيضا لجوطا. نحاول نتحدثوا على جوطا صراحة باش ما يطولش الفيديو. كان من أسوأ ما نقولش كان من أسوأ اللاعبين، ولكن أول مقابلة دائما تكون بهذه الطريقة هذه. ممكن لاعبين ما يقدموش أداء يعني جميل، ولكن على العموم جوطا ما قدمش أداء هذا اللي خلاه المدرب نونو سانتو يدخلوه في الشوط، يخرجوا في الشوط الثاني ويدخل في مكانه نغولو كانتي، ويصبح الاتحاد بنغولو كانتي وطارق حامد في الارتكاز وكورنادو كصانع العاب، وفي المقدمه كل من حمد الله رومارينيو وكريم بنزيما. هنا ياتي الرد الصاعق، بهذا المعنى ياتي الرد الصاعق من كريم بنزيما ويسجل اروع هدف حتى الان في البطوله العربيه في كاس الملك للانديه او كاس الملك سلمان للانديه الابطال. هذا حتى الان هو ابرز هدف واروع هدف للبالون دوري كريم بنزيما. فرحه هستيريه لن تنسى لكل محبين الاتحاد. تخيلوا ان اول مقابله للاتحاد، حتى انها لم تكن الاتحاد من الفرق القليله اللي ما قاموش بولا مقابله وديه لتجربه لاعبين. اول مقابله تلعبوا فيها اللاعبين هادو معا هي هذه المقابله هذه ضد نادي الترجي التونسي، نادي المتمرس على الصعيد العربي. تيجي كريم بنزيما وحمد الله. كريم يصنع في الاولى ويسجل حمد الله، وفي الثانيه كريم بنزيما بهدف خرافي في الدقيقه كما قلت 55 يعطي هدف ثاني. ومن هنا يبدأ الفيستيفال والكرنفال الكروي الجميل، متعة للعين البشرية. كل ما يقدمه رفقاء رومارينيو بنزيما جوطا أو عفوا بنزيما ورومارينيو حمد الله وكورنادو قدموا مباراة الأروع من دون نسيان ولا إغفال على بمسعود اللي كان من نجوم المقابلة، لا كان حتى فاش كان في ظهير أيسر ولا فاش حول قلب دفاع. للأسف الترجي ما عنده ما يعمل بهذا المعنى هذا. ليست في باليد حيلة باش انه يقوم ويقدر انه يوازي هاد النجوم الكبار اللي تملكهم نادي الاتحاد. انتصار مستحق صراحة بعد تعثر قليل في الشوط الاول وعدم انسجام. بعد تسجيل تعادل انسجام كان واضح كبير بثنائية رومارينيو وحمد الله وايضا كورنادو وبنزيما تيخليهم كفيلين باش ان الاتحاد يفوز. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله، ودعمونا باللايكات والاشتراك، وايضا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.